إلى الطيارة. يا سلام. سلام بيلعب ببجي. تلعب ببجي؟ لا عادي. سكن على الشباب الفقيرة دي جايين يوصلوني. مش عارفين يطلعوا دبي معهمش فلوس. والله العظيم عبيط. بصوا يا جدعان جبنا شغال يزق لنا الشنط عشان احنا أغنياء وكده. ولا شغال ولا بكار. يا ابني العجله انا اسمر انا كمان، بس المطارات دي مصروف عليها خلي بالك. يا ابني هيموت. ولا بكار. ايوه بكار تمرد خلاص ما بقاش يرد. في ناس كتير قوي. زقه كويس يا ابني. في ناس كتير قوي هنا. ده حسن رايح فين؟ في ناس جايه. يا ابني مش بتاعنا ده يا ابني. حسن عايز يحسس نفسه ان هو في المطار. انا حاسس ان هو اللي هيسافر مش انت شايف. معكش بطاقتك طبعا. معاك طبعا. انا مش بطايق. مش بطايق. شبه انا ماشي مع عيال شبه. يقول لك كسباني وهو داخل المطار واقف في كمين دفع 100 جنيه. كل ده ليه بقى؟ مش عارف. وقال ايه عايز يوزعها علينا. عمت انت لا عشان احنا طالعين عشان شباب. طالعين عشان شباب يبقى الشاب اللي يدفعها. هو ايه كله وصول مفيش مغادره. ايه المستمتع دلوقتي حسن عايش يا ابن الكلب يا حيوان. ايوه حسن. زق الله $300. زق الله حيوان. يلا زق ايوه عاش يا رجاله. زق عادل يا ابني. بقول لك ايه تعال خد اخر بتاع زق ورا بعض يلا. واحد علي عن شهاب اركب الطائره وسوف يتجه الى السماء المنخفضه. يا باشا بعمل فلوج يا باشا. اخويا الشهاب هينزل على ارض الامارات. اي حد هيجي جنبه. بقول لك ايه؟ بقول له بص بيضه قشطه. يلا بينا. امشي. مع السلامة بوحة. مع السلامة بوحة. مكان واسع وانا مش عارف انا رايح فين. اهو هناك اهو مصر دبي بحمله هناك. ماشي يا جدعان انا الله اجي لكم تاني. بص شوف الدنيا واسع وشغل على عالي شغل على كبيره. انا اليوم ده ما سافرتش في المطار، رجعوني تاني بسبب ان ورقي ما كانش كامل. في حاجه اسمها تصريح سفر، دي حاجه المفروض تطلعها لو انت طالب وعايز تسافر. طالب انت اخرك ان انت تطلع تصريح السفر ده نص السنه او في اخر السنه في اوقات الاجازه، لكن لو ليك اعفاء، لو معاك اعفاء مؤقته ممكن تطلع التصريح ده في اي وقت. انا في الحاله بتاعتي انا كنت ليا اعفاء مؤقته فعرفت اطلع التصريح ده عشان انا مسافر في وقت دراسه. فدي الحاجات اللي احتاج تجيبها عامه، عشان لو اي حد فيكم احتاج يطلع دي خلاصه 5-4 ايام بهدله 24 ساعه في المصالح الحكوميه. جاوب عليه الاول. ديجيتال وبرنت ماشي يا رجاله وصلنا دبي. الدنيا على البويز يا جدعان. تعالوا احكي لكم بقى اللي حصل. انزلوا معايا تحت كده شويه. ثانيه واحده. 2 hours later. زي ما انتوا عارفين يا باشا اول مره اسافر واول مره اركب طياره كتير قوي. انا رحت اول واحد من اول بتاع 6 7 8. قعدنا استنينا الطياره تيجي. قعدنا بتاع 5 دقايق لقيت المكان 3 ناس بقى 3 ناس. انا كنت مزنوق لازم اروح الحمام، فرحت فاتح الحمام ودخلت. الاول شفت كده فاهم تستوس كده طالع واحد عمال يعمل الميك اب بتاعه. انا قلت ايه ده من اولها كده شزوانه وحاجات غريبه. فدخلت شويه رحت عامله كده اهو طلعت بيت. قلت له اهو مؤاخذه يا استاذه تمام. بعد رحت على الحمام اللي بعده. خدنا الطياره ماشي قشطه. خدنا بص على التيكت بتاعي. هو التيكت 36 اتش عشان شباب وكده. دخلت جوه قعدت جنب الشباك. احلى مسا اول طياره جنب الشباك مفيش احلى من كده. جم 2 قعدوا جنبي اعطوني 2 وهوز. كلت واحد والتاني لسه معايا اهو عسل هنا احنا بنسعى عليهم. بعد كده 2 تانيين جم قعدوا في 3 كراسي وما قعدت 3 كراسي دول من جوه. اللي جنبي تقريبا كان المفروض الكراسي بتاعتهم هم اللي هناك اللي هم جوه جنب الشباك. فاتضايقت ازاي حد يجي يقعد مكاننا اللي جنب الشباك واحنا لا. حط برضه في دماغكم الناس دي كلها تلاتينات فاهم يعني ناس كبيره حاجات ناس كبيره. دول متجوزين ودوت دقنهم فاهم واحد دقنه نص ابيض وواحد اقرع من ورا. المهم بقى مسكوا في بعض ليه ومش ليه وانا قاعد على جنب مش عايز حد يكلمني فاهم. انا واخد الشباك كده عمال ابص عامل فيها اهبل وبنام. جاب بقى المضيفه تك كام يا حبيبي تك كام يا حبيبي 36 اتش. لا استنى كده انت من بره. رحت قايل لهم يا اولاد اللي متنام. بوظت السفريه باظت كده. انا انزل بقى ايه واركب لي توك توك احسن. يعني هم ناس لطيفه بس يعني فاهم في ناس كده ربنا ما بيكملهاش بعقلها يعني. بس الحمد لله وصلنا. نسيت اقول لكم بقى ايه الطيران. بالنسبه لي الموضوع كان مشوق سيكا. قاعد كده واحد صاحبي هبل
كان بيقول لي حاول تقوم والايه والطياره بتطلع والطياره بتنزل. اقول له كل اللي حصل بعدين. فدلوقتي الطياره طالعه بيمشي عادي ماشي بالراحه، مره واحده ضرب بنزين واحنا بقى دخلنا كده احنا رجعنا لورا. الطياره رايحه بسرعه قوي، فجاه راحت طلعت لفوق. وهي بتطلع لفوق انا حاولت اقوم ما حسيتش باي حاجه عادي خالص يعني مفيش فرق. كسرني اهبل يا ابني اكبر يلا اكبر. المهم يعني عشان انا بقوم الناس فكرتني متوتر فبقى شكلي اهبل بسببك يا ابني. شكلي اهبل على الطياره بسببك. الناس فكرتني خايف من الطياره. فاحنا طالعين في مطبات كمان، في مطبات على الهواء خلي بالكم الحاجات دي لازم برضه ايه لو مسقط الطياره ولا حاجه العفشه ما تبصش كده. عدلنا بقى كانت عادي خالص كنا راكب مشروع رايح سيدي جابر. كان مشروع نضيف شويه نزلوا لنا وجبه. المشروع ده فيه وجبات. انا الصراحه كنت هموت واكل كسرت الاكله ما سبتش طبق فاضي. النزول بقى نزلنا خلاص كل سنه وانت طيب. الصراحه انا كنت قلقان بقى. انا كان المفروض اطلع يوم الاربعاء. رحت قال لي فين تصريح السفر بتاع الجيش. عمرو لي البحر طحين. انا قلت ايه ده كده خلاص ايه مسجون حزين مين سامعني خلاص بقى كده مش هطلع من مصر لمده 3-4 سنين لقدام. ربنا يفك الدقيقه ربنا ما يوركش. قعدت بقى 3-4 ايام بتبهدل في المصالح الحكوميه عشان اخلص الدنيا واطلع الحق الدنيا الفايتاني والحاجات اللي انا حاجزها. فخلصت كل حاجه تمام. فانا بقى وانا داخل الجمارك انا قلت ايه هيطلع لي خازوق. انا لسه بقى فاهم جالي تروما خلاص داخل انا خايف فاهم هيقول لي ايه فين تصريحك فين ابوك فين امك فاهم. انا قلت ايه هيرجعوني تاني في الطياره اللي بعدها. بس هقول قلت ايه الحمد لله مستوره. سواء عديت فاهم. اول ما عديت قلت ايه ده الدنيا عادي حاجه جميله. خلي بالكم والله القاهره احلى من دبي بس احنا بس ناقصنا فلوس مش اكتر. لو خدنا فلوس الدنيا تبقى احلى كله كده خلاص. دلوقتي بقى ايه نروح البحر. سلام يا رجاله على البحر.